بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام مرة ومرات على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وعثرته وصحابته الكرام أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب الكرام، أحبتنا في الله والدين والوطن، وأحبتنا كذلك في هذه القناة المباركة، ها نحن نلتقيكم على شوق أسبوعيا عبر برنامج مع اللغة العربية عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والمحبة والسلام. بالسلام نبدأ وبالسلام نختتم معكم اللقاء عبر هذه القناة المباركة. اليوم الحلقة 84 بعد 100 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية. وقبل هذا وذاك، أولا نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان والامتنان والحمد والثناء للمولى عز وجل أن متعنا الله بالصحة والعافية، وأن وهبنا وطنا نحتفل بأفراحه رغم ما ينقصه من أشياء كثيرة. أفراحنا منقوصة، ولكننا نحمده سبحانه وتعالى أن أعاد إلينا وطنا بعد أن ضاع منا ردحا من الزمن. في العام 91 استعاد الشعب الإريتري بتضحياته وثورته وصموده وشهدائه وطنا عزيزا إلى رحاب شعبه وأمته. ولكن بفعل فاعل لا تزال هناك نتوءات وبقعا سوداء. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يعيده علينا ويكمل فرحتنا الناقصة. كذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يلم شعث هذا الشعب المشتت في أوطانه البديلة غير الاختيارية. وما كنت أحسب ذات يوم أنني أحيي مشاهدي الكرام من هذه البقعة البعيدة أستراليا. لم يكن ذلك لا في الخيال ولا في الأحلام ولا حتى في الأشعار، لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى. ومثلي كثر يحيون أوطانهم من على البعد، يذرفون الدموع ليل نهار، وهم يتشوفون ويتطلعون لوطن تكاد تضيع معالمه من العزة والمنعة والكرامة. ولكن ليس هنالك عزيزا على الله، فكما أعادنا في العام 91 من بقاع الأرض جمعنا في إريتريا، سأله سبحانه وتعالى وليس عليه بعزيز أن يلم شعث هذا الشعب المتناثر في بقاع الدنيا. عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، في هذه اللحظات فقط تضرع إلى الله وأسأل أن يعيدك أنت وأهليك إلى وطن عزيز نحلم به ليل نهار. عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، هذه الحلقة ستكون مختلفة بعض الشيء عن حلقاتنا التي كنا نتحدث عنها، وأنا أسعى دوما أن يكون حديثي مختلف بين هذا وذاك. قبل أن أدلف إلى حلقة اليوم عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة، على هامش الحلقة هذا كتاب تم تدشينه في مدينة ميلبورن هنا في ولاية فيكتوريا، وهو لسعادة السفير محمد نور أحمد، سيرة مناضل إريتري من أحراش الثورة إلى أروقة الدبلوماسية. إن شاء الله بعد أن نكمل أفراحنا وأعيادنا، وإن كنت قد وعدتكم أن ندخل إلى العبقريات، قبل العبقريات سنتناول هذا الكتاب حتى لا يفوتنا الحديث عنه. وسعادة السفير كما ترونه في الصورة إن شاء الله سنأتي ونستعرض ما تفضل به الكاتب والمناضل والسفير والمعلم كذلك. هو في عهده الأول كان معلما. لماذا نهتم نحن في برنامج مع اللغة العربية بالإصدارات العربية؟ لأنه جزء من ما يرفد هذه اللغة ويثبت أقدامها وأركانها في شعب أسأل الله أن يعيده إلى سيرته الأولى، يهتم بكتابه العربي وبلسانه المبين. هذا شكل من أشكال دعم اللغة العربية
في إريتريا. التحية للأستاذ المناضل محمد نور أحمد الذي يقيم بيننا هنا بعد نضال عاشه حياته كلها، كانت نضالا في نضال، ولكن في هذا العمر المتقدم جدا يعيش الآن هنا كغيره من كثيرا من الإريتريين، يعيش بعيدا عن وطنه، يعيش لاجئا، يعيش وعينه تتطلع أن يزور وطنه إريتريا. عموما عزيزي المشاهد، في هذه الحلقة وبما أننا في أعياد الاستقلال في ذكراها 34، وإن كان كلمة ذكرى هناك شعوب في هذه الدنيا لا تفضل في الأشياء العزيزة أن تقول ذكرى، لأن الذكرى يعني أنت لا تتذكر شيء إلا أن تنساه. خاصة إخواننا في ليبيا يقولون كلمة الذكرى فترة، بالذات فترة العقيد، كلمة ذكرى دي الفاتح من سبتمبر في الذكرى كذا ممنوعة، لأنه يقول لك الذكرى بالمنطق كده. أنا أتفق معهم إلى حد ما، يعني الإنسان يتذكر إذا نسي، والاستقلال والأوطان لا تنسى، وبالتالي كلمة ذكرى هم يتحفظوا عنها. لكننا في إعلامنا هذا وفي لساننا دائما نقول الذكرى والذكرى. عزيزي المشاهد، أنا دوما أميل للحديث المباشر، يعني لا أعد الحلقات، لأنه أحسب أن الحديث المباشر يستطيبه المشاهد، لا تقرأ له من أشياء مكتوبة وهكذا، تتحدث إليه ويستمع إليك. هذا ظني، وليس كل الظن إثم عزيزي المشاهد، ليس ظنا، ولكن من خلال التجربة والممارسة لأكثر من 30 عام توقفت أنه الإنسان يحب كما أنك تتونس، يعني تونسه تؤانسه، وحتى في الونس العادية عندما تتحدث إليه إذا مسكت مكتوبا تقرأ له فينصرف عنك بعيدا، إلا فيما هو رسمي زي نشرات الأخبار وما إلى ذلك. هذه لا يجوز فيها، أو هكذا تخيلها لنا، هكذا خطوها لنا أولئك علماء الإعلام. النشرة لا بد أن تكون يعني بلا نحنحة، بلا شيء من ذلك، وإذا تنحنح المذيع فيقول عفوا وما إلى ذلك. ولكن يعني لماذا لا تقرأ النشرة كهكذا؟ يعني ربما استباقا للزمن، يعني هذا حدث وقد يلاحقه حدث آخر، فعليك أن تقرأها سريعا كده وتتخطاها وتذهب إلى خبر آخر، ربما هكذا أظن. لكن في الأشياء غير الأخبار وفي غير البيانات، في الإطلالات الإعلامية حتى لو كانت إذاعة، خاصة في التلفزيون، فإن الحديث المباشر من غير مكتوب، فقط عليك أن تحضر ماذا تقول وتضع محاور ثم تتحدث. أعتقد أنه للنفسية المشاهد والمستمع، والمشاهد والمستمع تتوافق مع الشاشة، هنالك من يخص المشاهد فقط إنه المشاهدون الكرام، ولا يقول المستمعون إلا في الإذاعة، والكلام ده خطأ طبعا، لأنه الإنسان يشاهد ويسمع في ذات الوقت، وقد يشاهدك إنسان يسمع إليك لكنه لا يشاهدك لأسباب مختلفة. فأفضل كذلك للزملاء الإعلاميين أن يقولوا المشاهدون والمستمعون الكرام، لأنه برضو هناك من حجبت عنه نعمة البصر، فعندما تقول المشاهدون وأين نحن يقول لك هكذا أحسب، ولذلك يستحسن أن تقول المشاهدون والمستمعون، بالذات في الخطاب المشاهد. في الإذاعة أن تقول المستمعون الكرام، وإذا قلت المشاهدون وكأنك تتخيل المستمع في تخيلك، وتخلق حالة من المشهد الافتراضي بينك وبين المستمع، فلا غرو ولا حرج أن تقول المستمعون المشاهدون حتى في الإذاعة. هذا على هامش الحديث. فأميل دوما إلى الحديث هكذا بيني وبين المشاهد الكريم، وفي هكذا خطاب وحوار ومؤانسة وتواصل، أعتقد الذكريات تنداح وتتقاطر عليك كمتحدث، وتنزل على المستمع الكريم نزولا خفيفا، يعني كالطل يعني.
آه، وإن لم يصبها وابل فطل يعني. أما الحديث ينزل عليك كالطل شوية أو كالوابل، أعتقد أنه فيها شيء من الانزعاج، فيكون طل خفيف كده يعني. وعلى ذكر فإن لم يصبها وابل فطل، أحد الشعراء كان سليط اللسان يعني، وأعتقد هو الحطيئة إن لم أكن مخطئا، فيهجو الناس بهجاء لاذع يعني، وهجاء غير مستحسن يعني. فكان رجلا هجاء، فمنعه أمير المؤمنين وحذره ويهجو، وحذره ويهجو، فأخيرا حذره أحد الأمراء فقال له: إن هجوت بعدئذ سأقطع لسانك. تخيل عزيز المشاهد، يعني قطع لسان، سبحان الله يعني. فخاف الحطية، ولكنه عاد بعدئذ، فيقال أنه يقرأ الآية الكريمة: فإن لم يصبها وابل فطل. ف... و... طل هي تلك المحبوبة التي كان يتغزل فيها، ده غير الهجاء. فشكوه أهل الطل لأمير المؤمنين أنه يتغزل ويمدح وهكذا، فقال له: لا تهجو ولا تمدح طل. فعندما يأتي إلى الآية فإن لم يصبها وابل فطل، هو رجل لغوي، فيقول: فإن لم يصبها وابل فإن الذي منعنا منه أمير المؤمنين. مفهوم أن الطل هذا ليس فيه شيء من التحريف، ولكنه يعني القرآن ينبغي أن يقرأ كما نزل يعني. لكن هو يتحاشى أن لا يقع في شر أعماله، وأنه يقرأ القرآن يعني. كان يمكن أن يحاجج يقول: هذا ليس كلامي، هذا كلام الله، لكنه خايف من كلمة طل دي تؤخذ عليه فيقطع لسانه. وشاعر إذا قطع لسانه فأولى له أن يذهب قلبه يعني، هكذا أتخيل يعني. وفي كل يعني آه، ملامة وحسرة يعني. فكان يقول: فإن لم يصبها وابل فإن الذي منعنا منه أمير المؤمنين. والجماعة فاهمين، وفي نفسه يقول طل يعني. لذلك عزيزي المشاهد، فأيوة الحديث المباشر هكذا دون قراءة وما إلى ذلك، وأنا سأقرأ بعد قليل، ولكنني أميل إلى الحديث من الذكريات، من المواقف، وفي نفس الوقت يكون في شيء مما هو مفيد للمشاهد الكريم ومفيد لنا يعني، نعمل فيه ذاكرة تعمل يعني. وكثيرون يقول لنا: يا رجل أنت متى تكتب تتحدث هكذا؟ أقول لهم: حين ميسرة يعني، سيأتي يوم خلاص ننعكف وننكفي على الكتابة يعني. فاليوم عزيزي المشاهد، وأنا دائما طبعا مقدم البرنامج الذي يعد برنامجه دائما تنقضي حلقة فتفكر على طول حلقة، ثم ماذا بعد؟ تخيل سبحان الله. وهكذا دواليك كما كان يقول شيخنا الأشقر رحمة الله عليه: هكذا نحن في هذه المهنة العجيبة يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا أجرها فقط، وعبر هذه القناة المباركة أسأل الله أن يديم بيننا وبين مشاهدينا الكرام هذه الإطلالات التي نتشرف بها وإياكم، لأنها تحمل شيئا مما يمكن أن نلقى به الله، شيء من عمل الآخرة يعني. لأن إعلامنا في غالبه دنيوي يعني، هكذا يعني. فهذه القناة أنا أقول عنها مباركة، لماذا؟ لأنها تربطنا بشيء ينفعنا لما بعد الآخرة إن شاء الله. وإياكم مشاهدي الكرام، فسآتي وأتحدث عن آه، من مكتوب يعني. فنعم، وأنا أفكر ماذا أقدم للمشاهد الكريم في إطار الأعياد والاستقلال، أن لا أخرج منها. فعن لي أمرا ما، وهو أن أتحدث عن قصيدتين لي العبد لله يعني. إحداهما كانت عام 91، قصيدة التي سأقرأ أبياتا منها، وقصيدة أخرى عام 2009، فترة طويلة ممتدة يعني.
وقد تكون فيها مستويين من الشعر يعني. لأنه ديك شعر البدايات، ودي ده شعر يعني بعد أن، أنا ما أقول عقو يعودنا، لأن الشاعر دوما يقول أجمل الشعر لم أكتبه بعد، على الرغم من أنه أنا في دنيا الشعر لي أكثر من 3 عقود يعني كتابة يعني، 35 عام تقريبا يعني. ولكن دوما الشاعر يقول القصيدة الجيدة لم تأتي بعد، هكذا هو. ولله الحمد الشاعر دائما يقول هكذا، على الرغم من أنه يعني أنا بعد خروجي من إريتريا بدأت أتنفس شعرا. هناك كنا نتنفس وطنا من الداخل. قصائد كثيرة لم نستطيع كتابتها هناك. كنا نكتب برمزيات، والرمزيات هذه تفكيك شوية، كان نخط في قوالب إلى أن تضيع المعالم التي تود أن تقولها، وذلك اتقاء وحتى ألا يحاط بنا في تلك المنظومة السياسية المعروفة لديك عزيزي المشاهد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى في مستوى يعني القصيدتين تحكي عن مستويين من مستوى النضج الأدبي والشعري. كذلك برضو تحكي عن آه مكانين. 91 كتبت في الخرطوم، و2009 كتبت في القاهرة، وتختلف المسألة. 91 كانت مجرد أحلام وحلم تحقق، فلا بد أن تقول شيئا، وسأحكي عن مناسبتها. أما 2009 فكانت حديثا بعد رؤية، بعد معايشة واقع. ذلك الحلم الذي رأيته وأنا من على البعد في الخرطوم 91، كيف عبرت عنه عندما تحللت وخرجت، وتحللت من إحرام ذلك، تلك القيود التي كانت تكبلنا يمينا ويسارا، وعن أيماننا وعن شمائل، فوقنا وتحتنا. تعمل ألف حساب عزيزي المشاهد، وأنت تكتب وأنت تقرأ وأنت تقدم. تخيل نفسك عزيزي المشاهد أن لا تؤخذ على غرة لغلطة ما. وكان صديقي محمد إبراهيم دبساي له الرحمة والمغفرة، أحد يعني نجوم الإعلام الإريتري في القسم العربي، كان هو دوما حتى لو أراد أن يذيع فاصل يكتبه دوما، فيقول لي اكتب يا شريف. أنا شوف، أحب أن نتحدث، الكتابة دي ما أميل لها يعني، وأحب الارتجال حقيقة يعني. وفي الارتجال شيء من المتعة بالنسبة لي، وأعتقد بالنسبة للمشاهد. فأقول له أنا على رأس نشرة الأخبار على سبيل المثال يعني، فيأتيني يقول لي عقب النشرة سنقدم الجزء الأول من مقابلة الرئيس إسياس مثلا، أو اللقاء الذي أجري مع إكس من الناس، وشخصيات كبيرة ووزراء، وأحيانا فيها يعني شخصيات حتى غير إريترية كبيرة، كالشيخ الترابي مثلا رحمة الله عليه. أذكر واحدة من الأشياء قال لي، جاني طبعا وفي الاستوديو قال لي اكتب عقب نشرة الأخبار ستتابعون المقابلة التي أجريت مع فضيلة الدكتور حسن عبد الله الترابي أو الرئيس في أفريقيا، شيء من ذلك. فقلت له قل لي فقط، قل لي أود أنا سأقول بدون كتابة. يا راجل لا تكتب. يقول أقول له أنا لا أكتب، أعطيني قول لي ماذا تريد. فيقول لي أخاف عليك ذات يوم، أخاف عليك أن لا ينزلغ لسانك. فبدلا من أن تقول الحكومة الإريترية ستقول الحكومة الإثيوبية مثلا يعني بدل أن تقول سنقدم لكم الجزء الأول من المقابلة مع فخامة الرئيس ياسر أفورقي، إذا قلت فخامة الرئيس ملا الزيناوي على سبيل المثال يعني. وساعتئذ حتى البشير، أن تقول البشير مثلا الشيخ الترابي عندما كان بعد المفاصلة ذلك يعني. فالعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين كثير من بين إريتريا وكثير من الدول. فأن تقول فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير ربنا يفك أسره ويخفف عليه تداول الأيام بين الناس،
فأن تقول عمر البشير برضو فيها مشكلة يعني، والبلد معلنة حرب عليه يعني. فيقول لي يا شريف: أخاف عليك ذات يوم أن لا يزيغ لسانك فتقول ما هو عكسه. فأقول له: لا تخف، وعلى الله توكلنا يعني. فيقول لي: كأنني أراك زوم. فأقول له: قل لي ماذا تريد. وينصرف ويقول لي: سترى في يوم من الأيام. عليه الرحمة والبركة والمغفرة أخونا دبسات. كان من نجوم الإعلام الإريتري يعني. افتقدناه، ولكن هي أقدار الله في خلقه. آه، فهذه القصيدة كما أنوه عزيز المشاهد أنها برضو تأتي على، يعني قلت في هذه القصيدة شيء لم أستطيع أن أقول وأنا في أسمرة، حيث كتبت 2009 في القاهرة، وأنا 2008 خرجت من البلاد مكرها كخرجة حامد، يعني بلغة التجري. عندما تقول فقرة حامد فقرة يعني. الزعيم حامد ريس عواتي رحمة الله عليه القائد مفجر الكفاح، الزعيم الوطني الشهيد، خرج من بيته ولم يعد. فهو مثل يعني سائر لدى متحدثي التجريت. فتقول فقرة حامد فقرة يعني خلاص، طلع ولم يعد يعني. فخرجنا ولم نعد إليها، لكننا خرجنا منها مكرهين يعني. أخرجونا منها الظالم أهلها. وبالتالي عزيزي المشاهد، القصيدة التي سأفتتح بها البرنامج هي قصيدة، والله حتى عنوانها أنا شوية، لأنه حاولت أن أقرأها من ديوان للطباعة فلم أجدها، سبحان الله. لم أجد هذه القصيدة التي كتبت وهي يعني كانت جواز المرور لدخول إريتريا. وسأحكي عن المناسبة بالتفصيل يعني. ففي جملة القصائد التي تبلغ قريب 60 لم أجد هذه القصيدة، لكن في الديوان موجودة يعني، ديوان الذي طبع في الجماهيرية الليبية. وأنا هذه الأيام يعني للسنوات القادمة ربما آه، نرمي ديواننا إن شاء الله، يعني نرميه في حديقة العشاق القراء، يعني عسى ولعل يجد فيه شيئا يعني يحدث عندهم لذة فنية. فهذه القصيدة كتبت أبياتها، جملة من الأبيات من الذاكرة، وحمدت الله على أني متذكر فيها أشياء كثيرة، لكنها موجودة في ديوان بس لم يكن معي الآن، لكنه ليس بعيدا يعني. وعندي نسخة واحدة من ذلك الديوان الذي طبع بالجماهيرية العظمى الليبية الشعبية الاشتراكية في سرت. ماذا إذا قال القمر، عنوان هكذا. فهذه القصيدة عزيزي المشاهد كتبت يعني إذا كان الجيش الشعبي دخل أسمرة 24 مايو 91، تقريبا هذه القصيدة كتبت في شهر آه، في شهر يوليو أو يونيو، حيث كنت آنئذ أعمل موظفا ومسؤولا للإعلام والتوجيه الثقافي بجهاز التعليم الإريتري في الخرطوم، لشيخنا أستاذنا ومؤسس جهاز التعليم الأستاذ محمود سبي، الرحمة والمغفرة، وإن شاء الله ربنا يسكنه فسيح جناته. فالطلاب الإريتريون بالجامعات والمعاهد العليا السودانية فكروا أن يقيموا أمسية تعبيرية، أمسية يعبرون فيها عن فرحهم بالاستقلال، بتحرير البلد، يعني بتحرير إريتريا من ربقة الاستعمار الإثيوبي مرة وإلى الأبد. ولا يتزال حتى اليوم إريتريا هي بعيدة، غير تلك المماحكات التي تأتي بألوان مختلفة من الحاكم بأمره، وأسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وعبادها. ففكر اتحاد الطلاب الإريتريين بالجامعات والمعاهد العليا السودانية أن يقيموا أمسية على شرف تحرير إريتريا في إحدى القاعات بجامعة الخرطوم. ف وأولئك الطلاب هم مدعومين من جهاز التعليم الإريتري، فلا بد أن يكون الجهاز على علم بذلك. والأستاذ محمود سبي الحق يقال رحب بفكرة الاحتفاء، ثم
دعم ورحب بفكرة ذهاب القافلة الطلابية إلى أسمرة شهر 11 في نوفمبر. وتلك كانت هي الحجة والعمرة التي قمت بها إلى إريتريا، ومكثنا هناك. والطلاب عادوا، مكثنا ثلاثة، كنت ثالث ثلاثة هم كانوا برضو خريجين. أنا كنت تابع لجهاز التعليم، مسؤولا للإعلام والتوجيه الثقافي. أولئك الشخصان الآخران، أحدهما الأستاذ محمد طاهر رحمة الله عليه، ابتلعته الزمرة الحاكمة سنة 94 مغدورا عليه، وإلى الآن لا خبر ولا أثر. والثالث كان الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم، نفذ بجلدته، وإذا يستمع إلينا سلم علينا أستاذ عبد الرحمن. وكلاهما خريجو أعتقد الكليات التكنولوجية، إن لم أكن، بالذات عبد الرحمن هو خريج كليات التكنولوجيا. آه، الأستاذ محمد طاهر هو من الجامعة التي كانت، يعني ما أتذكر اسمها الآن، لكن ليست جامعة الخرطوم ولا جامعة درمان الإسلامية، فتخرج من كلية التربية فيها وعمل معلما، وثلاثتنا عملنا معلمين بمدرسة الجالية العربية بعد أن أتيناها زيارة، وكانت أقدار الله فينا جميعا. فطلب مني الأستاذ محمود سبي رحمة الله عليه أن أكتب كلمة تقدم باسم الجهاز، والذي سيأخذ الكلمة يذهب مع الطلاب في الاحتفاء هناك في جامعة الخرطوم، وكان احتفال خطاب يعني. فكتبت الكلمة، كلفني بها باعتباري مسؤول الإعلام والتوجيه الثقافي. وما كنت حتى تلك اللحظة، ما كنت أحسب نفسي أنني المتحدث الرسمي باسم الجهاز من بعد إذن يعني، عفوا. فكتبت الكلمة وجبتها للأستاذ محمود، وتركت له الكلمة وطلعت يعني في مكتبه. قرأها ثم اتصل بي، وما أذكر والله قال لي أعمل كده ولا أعمل كده، ما أتذكر يعني. لكن قال لي خلاص خليها عندك، قال لي. قلت له أنا حسب، لأنه أنا موظف جديد، وأحسب أن كل حركة لجهاز التعليم، لرئيسه أو لمدير المكتب وهكذا. فقلت له أعيد فيها شيء؟ لا لا، قال لي خلاص، آه، هكذا ستقرأها، قال لي. أنا قلت له مين اللي حيقرأها؟ قال لي أنت الذي تتحدث بعد الآن، أنت المتحدث الرسمي باسم الجهاز، ليس لست مسؤول الإعلام والتوجيه الثقافي؟ قلت له بلى. فقال لي بعد الآن أنت المتحدث الرسمي باسم الجهاز. وتحدثت مرة واحدة. لو مكثت في الخرطوم ومكثت في جهاز التعليم كنت سأتحدث، ولا سيما وأن أقراني زملائي في الجامعة الذين تخرجنا معا من كلية الآداب قسم الصحافة والإعلام في جامعة مدنية الإسلامية، التي أعتز وأتشرف أنني أحد نجومها الخريجين. ف وانتشروا في الصحف السودانية، في التلفزيون، كان لي، وحتى قال لي الأستاذ محمود سبي أنت ستفتح لنا قنوات للحديث. وهو الرجل ذا صلة مباشرة، ليس بصحفي أو صحفي لكن على مستوى الوزراء يعني هو ياخذ التلفون أستاذ محمود سبي ويتصل مباشرة بوزير التعليم العالي، بمدير جامعة الخرطوم، بمدير الكليات التكنولوجية، بمدير جامعة عبد الرحمن، وهكذا يعني، حتى برئاسة الجمهورية ممكن يعني. فقلت له سأقدمها أنا. قال لي نعم، بعد الآن أنت المتحدث الرسمي وستلقي هذه الكلمة يعني. فرحت، والله لم أتخوف حقيقة يعني قلت ونحن خريجو الجمعيات الأدبية والمنابر السياسية واتحاد الطلاب السودانيين يعني في الجامعة يعني، وتمرمطنا في الداخليات هناك في الجمعية الأدبية والإذاعة المدرسية والمدائح النبوية ذلك يعني. فتمرسنا، وأحب المواجهة وهكذا يعني، أحب الحديث إلى الجمهور يعني، نعمة من الله أنعمها علينا يعني. والله يفضل الناس بعضهم على بعض، درجات يعني، واحد يكتب واحد يتحدث وهكذا. وفي الكتابة لنا برضو
شيء من عنده سبحانه وتعالى، مننا وهبة وعطية. فعزمت أمري وحزمت نفسي، مضبوط. فطبعا مسؤول الإعلام والتوجيه الثقافي لوحدي مع أخي العزيز، أعتقد كان محمد صالح، سير السيارة. فدخلنا إلى جامعة الخرطوم، أدخلها للمرة الثالثة والرابعة هكذا يعني. في ندوات كذا ندوات حضرتها يعني. ولكن جامعة الخرطوم جميلة ومستحيلة، هكذا كان يصفوها الناس، هي جميلة ومستحيلة. ولكنني والله دخلت دراسة إسلامية رغبة في دراسة الإعلام، حيث لم تكن هناك في جامعة الخرطوم، لم يكن قسم للإعلام آنئذ. الجامعة الوحيدة التي كانت تدرس الإعلام في السودان هي جامعة عبد الرحمن الإسلامية، ولي عظيم الشرف بالانتماء إلى ذلك. آه، آه، ذلك الرهط المؤمن يعني. يكفيك يا أخي أن تكون حافظ 4 أجزاء، كل سنة تحفظ جزء كامل، تمتحنه شفهي وتحريري. والله الحمد لله. وما كان يأخذ مني حفظ القرآن يعني إلا أياما معدودات. جماعة أصحاب الألوان اليسارية أنا أراهم، والإسلامية على فكرة عزيزي المشاهد كان فيها الحزب الشيوعي في جامعة درمان الإسلامية أخطر من الحزب الشيوعي في جامعة الخرطوم، حيث النقيض طبعا يعني. كما أنه لو خرج من صلب بيت دين، إذا انفلت واحد برضو انفلاته يكون خطير كما تعلم. ألم يكن يعني ابن سيدنا نوح عليه السلام يعني مغاضبا ومغايرا لرأي أبيه، حتى شايف الغرق قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما فكان الموج فكان من المغرقين. ف وهكذا برضو في البيوت الإيمانيات الأخرى يعني. فأولئك الذين في قلوبهم شيء من الزيغ واللون اليساري، أراهم والله يتعبون تعبا في حفظ جزء كامل، جزء كامل من القرآن الكريم، صباح ليل نهار وهكذا. وأنا أقرأ القرآن بشكل يومي يعني، لكن وأقرأه بترتيب ماشي يعني. أما الجزء الذي سأسمعه يا حفظته في البدايات أو في قريب الامتحان مثلا، ولا يأخذ معي شيئا. فأراهم هكذا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، ويقول لك بالله يا شريف كذا سمع لي القرآن. ويكادون والله. سبحان الله، القرآن هذا إذا لم تربط نفسك به فإنه يتفلت منك. وفي القرآن مكتوب يعني إذا كان في غلب لا تستطيع أن تقرأه. فهم غير، هم قرأوا كتب أخرى، قرأوا كتبا أخرى يعني الجدلية والدياليتيكية والأشياء. وعندهم وجهة نظر والعياذ بالله. فكيف يستقر القرآن في قلوبهم عزيز المشاهد؟ لذلك يتعبون، فيقولون لي يا شريف أنت ما بنشوفك هنا. أقول لهم أنا ما عندي مشكلة مع القرآن، أنا لا أعبد الله على حرف. وهكذا كان بالذات صديقي أحد الأعزاء، أنا يقول لي أنت تعبد الله على حرف، أقول له كذا وهكذا. المهم، فلم يأخذ مني حفظ الجزء على طول يعني، ما أيام والله بأمان يعني. وأراهم هم هكذا وتطير منهم ويكاد يقرأ الواحد آيتين ثلاثة ويقيف. أقول له ننظف مخك وبعدين أقرأ. فيكفينا شرفا أنه في جامعة درمان الإسلامية 4 أجزاء وتمتحن شفهي وتحريري، هذا شرف من الله والله العظيم. وبالتالي فأخذت خطابي الذي كتبته ودخلنا إلى جامعة الخرطوم. والاحتفال، أنا أتحدث لأنه هذه ذكريات الاستقلال يعني، احتفاء بدخول الجيش الشعبي وتحرير إريتريا من يعني استعمار إثيوبيا الأسود والبغيض. فكان هناك ممثل للجبهة الشعبية، لمكتب الجبهة الشعبية في الخرطوم، مشارك في الاحتفال. طبعا هم الجيش الشعبي دخل ولا بد يكون هو صاحب النجمة الأمس يعني، ممثلهم. ولا أعرف من ممثلهم ساعتئذ، ولا أعرف ممثل جبهة التحرير مين. أنا كنت بحمد الله طالبا جامعيا أتقفى الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية والأدبية في قاعة الصداقة وفي القصر الشباب والأطفال
وفي اتحادات الطلابية نتقفى، وفي مكتبة عبد الله الشيخ البشير، وفي المكاتب برضو الثقافية الأخرى، البريتش كونسل وغيرها. نتقفى أولئك الشعراء والأدباء والسياسيين، نسمع هنا وهناك. حقيقة لم أعرف أين مكتب الجبهة ولا أين مكتب الجبهة الشعبية أبدا. الحق يقال، أنا لا أنا لم أتعرف على هذه المجموعة إلا لما دخلت أسمرة شهر 11 91. وكان الحمد لله يعني عودتنا كانت أعادت إلينا أشياء كثيرة يعني. لم أكن معاديهم، متابع. لم أكن سياسيا طالبا يعني يهتم بالسياسة ب ب ب ب بتلك يعني حقيقة نقول إنه الشأن السوداني والشأن العالمي والفلسطيني وأفغانستان آنئذ، وكله كان ده شايل همنا. نتابع القضية الإريترية، وأنا كنت أميل إلى إحدى تنظيمات جبهة التحرير الإريترية، أما الشعبية دي لا، من بعيد يعني. لكن لا أعرف مكتبها يعني. فأنا لا أعرف من ممثلهم ذاته. فبدأ الاحتفال الخطابي، وفي البدء قبيل صلاة المغرب بدأ الاحتفال. فألقى كلمة الجبهة الشعبية في الخرطوم الأخ العزيز السفير حامد حمد، أحد المعتقلين مع مجموعة ال15، رجلا وطنيا، رجلا أخا عزيزا، ورجلا يعني مخلصا للتنظيم الذي آمن به، وهو الذي ولد في السودان في القضارف، لكنه آمن بالتنظيم وعمل من أجله وهكذا، إلى أن تولى مسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني في الخارجية. وكان أخا عزيزا، رجلا محترما، أخذ الموقف، فالنظام لم يرحمه يعني. على المستوى العلاقات وهكذا كان رجلا محترما، عرفته بعدئذ بعد أن استقر بنا المقام في أسمرة، وذكرته بذلك. المهم ألقى كلمته، ثم قال المقدم: الآن ترفع الجلسة، جلسة الاحتفال، لأداء صلاة المغرب، ثم نعود بعد إذن. لأنه كلمتي كانت بعد كلمة مسؤول الجبهة الشعبية، باعتبار أنه جهاز التعليم مؤسسة تعليمية وهم ينتمون إلى هذا الجهاز. بعد ذلك تأتي كلمات اتحاد الطلاب، النائب والسكرتير وما إلى ذلك، وكلمات تضامنية ربما كانت، لا أذكر شيئا منها. عموما عزيزي المشاهد، رفعت جلسة الاحتفال الخطابي للصلاة. رجعنا بعد الصلاة. عندما عدنا بعد الصلاة عزيزي المشاهد، ممثل الجبهة الشعبية الأخ عابد حمد لم يأتي أعتقد، لا أعرف هل صلى معنا أم لم يصلي، لأنه أنا شفته هو يلقي الخطاب. ده قالوا لي ده حامد حمد، وده ممثل مكتب الجبهة الشعبية في الخرطوم. ساعتها كان طبعا محمد علي عمارو كان هو أعلى مسؤول، ممثل الجبهة الشعبية في الخرطوم، وحامد حمد كان أحد الطواقم الموجودين في المكتب. لكن الرجل طبعا مفوه، وعلى فكرة برضو الشهيد، هو هكذا تقول الأخبار، محمد علي عمارو الذي عاد من الخارج قبيل سنوات، فمن المطار اقتيد وهو حاملا أكياسا من الدواء، لأنه رجل برضو كان تعبان يعني. اقتيد من المطار إلى السجن. بعض الأنباء تقول إنه انتقل يعني. عموما له الرحمة والمغفرة، راحلا وحيا يعني، والرحمة تجوز للأحياء والأموات والراحلين والشهداء. فكان هو على رأس المكتب، لكن حامد حمد هو الذي ألقى الكلمة وانصرف. عدنا وما عادت الجبهة الشعبي. فبديت أنا ألغي كلمتي، ولكن تبين لي أنه مندوب الجبهة الشعبية ما موجود، وكانت كلمة تعبر عن موقف الجهاز يعني. والجهاز كان عنده موقفه من الجبهة الشعبية معروف يعني، موقفه لا يناصره بل يعارضه تماما. لكن هذا الاستقلال لم ينكره، حيث جئت أنا أهنئ وأحيي وأعلم أنه في مندوب للجبهة الشعبية سيكون موجودا يعني. كلها كانت كلمات ترحيبية وتهنئة، والترحم على الشهداء وتضحيات الشعب، الخطاب المعروف التقليدي.
لكن لم يكن إن الجبهة الشعبية لا، ما في كلام زي ده. لكن نؤمن على أنه الجيش الشعبي يعني دفع ما دفع وهكذا، وهو مواصل لاستشهاد الشعب وتضحيات الأمة بشكل عام. فعزيزي المشاهد، إذا لم يسعفنا الزمن، فالحلقة القادمة ستكون الحديث عن القصيدة الثانية، لأنه أنا أرى يعني الحديث ماشي مستطاب يعني. فخلونا نقرأ وحدي وبعدين نتحدث، لأنه أنا لا أود أنا ما داير أدخل وأقرأ القصيدة على طول، أنا أحكي عن مناسبته يعني. يعني قصيدتان وفترتان أو زمانان خلينا نقول يعني. فجيت مقدم، والمقدم قال: الآن مع كلمة جهاز التعليم الإريتري في الخرطوم يلقيها الأستاذ أحمد شريف. جيت طبعا رجل شاب ظريف أنيق وسيم الطلعة، والله كنا هكذا والحمد لله يعني. وشاب صغير يعني فريش دابي خريج أنا. يعني هذا الوجه الذي يطل عليكم أرجعوه 34 سنة. اللهم يا رب أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا رب، وأدم على مشاهدينا ومخرجينا ومنتجين وإداريين، أنعم عليهم يعني شآبيب عافيتك ومنك لهم بالصحة والعافية، ومشاهدينا كلهم، والمشاهدين حتى الذين لا يروننا عن مضض، لكن أديهم من عندك ومن خزائن رحمتك يا رب. فاعتليت المنصة، بسمع كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، حلقت طائرة مدنية، حلقت وطافت المنطقة، السماء، الأجواء بتاعت جامعة الخرطوم. ف وكانت نزلت شوية فلفتت انتباه الناس كلها. أعتقد الطيار كده نزل شوية كده، طائرة مدنية وليست عسكرية. فانتبه الناس وانتبهت أنا. الشاعر طبعا منتبه دوما يعني. فانتبهت وعملت رأسي هكذا، وشفت الناس برضو منتبهين. فعلى الفور عزيزي المشاهد، فقلت في نفسي، وأعتقد قلت هذه الكلمة: لا تحسبوا إخوتي في الجو طائرة. قلت يبدو لي وربطتها بعد أن أنا القصيدة كتبتها بعد أن عدت إلى البيت في الليل، في نفس الليلة. لكن أحسب أني قلت البيت الأول: لا تحسبوا إخوتي في الجو طائرة ترمي قذائفها نارا من السعر. ف ودخلت في كلمتي ربطا. بماذا ربطتها؟ نحن طبعا كإريتريين لجأنا إلى السودان يعني، ونحن نسير على الأقدام بين السودان وإريتريا. وقبلها ذات يوم برضو مع أسرتي والوالدة الله يرحمها وأخواتي كنا نسير سيرا على الأقدام من بارنتو إلى أغردات على الجمال يعني. فذات يوم جاءت طائرة حربية ميج، ونحن في الطريق سايرين على جملين يعني. فجاءت حلقة وطائرة حربية ميج اف 16 ولا حاجة كده يعني، طائرة حربية يعني. عندما ولا تسمع أنت صوت الطائرة يهزك هزا عندما تفوتك وتديك قفاه يعني، تعطيك خلفه، ما أعرف هكذا يعني. فأول ما شاف صاحب الجملين الذي كان يقودنا سمع صوت الطائرة الحربية، فأبرك الجملين وفك العفش وأطلق سراح الجملين، وقال لنا كل يختبئ في مكان ما، والأفضل أنه ترقد على الأرض يعني، لأن الطائرة إذا رقدت يعني تتخيلك شيء من الأشجار وهكذا يعني. ممنوع التحرك، إذا تحركت معناه ده إنسان مقاتل ممكن تضرب. الطائرة حلقت مشت ورجعت فعملت 3 جولات تقريبا يعني، ونحن أطفال. هذا الكلام عزيز المشاهد
سنة 1976. 76 بالضبط يعني، 76. فأنا عالق في ذهني تلك الطائرات الحربية، يعني تلك الطائرة الحربية التي يعني كان يمكن أن نروح فيها، لكن كتب الله لنا نعمة، وهي لم تطلق أي قاذفة ولا، يعني لو رجمت مسافة من أماكننا، وكل واحد مشى قال يا نفسي، يعني الوالدة في اتجاه والأخوات في اتجاه وأنا في اتجاه وهكذا، والجمال في الاتجاه، بعد أن اختفت الطائرتين، وهي طائرتين كمان، اللي يبحث عن جمليه بالذات الجمل الثاني أخذ ساعة تقريبا، لأنه الجمل خايف روح، هام على وجهه، وسبحان الله واحد لقاه متكي على شجرة، والثاني لقاه بعد بحث طويل. ف لأنه هذه المشاهد كانت عالقة بالذهن. 76 الكلام ده 91. فلما جاءت الطائرة أنا استذكرت ذلك المشهد، فقلت لا تحسبوا إخوتي في الجو طائرة ترمي قذائفها نارا من السعر. هذا البيت قلت أنا وأنا ألقي الكلمة، ودخلت في كلمتي، وانتهى الحفل، وكان حفل خطابي فيه الأطايب والماء والعصير والحلاوة والبسكوت. صاحبنا بتاع الجبهة الشعبية أستاذ حامد حمد ما أكل، مشى يعني، مشى أدراجه، قال هذا اللي أسمع فيهم إيش يعني. بأثر رجعي بعدين أنا سأتحدث عن ذلك المشهد، أحدثه وأسأله عن ذلك اليوم، بعد أن أصبحنا أصدقاء وزملاء عمل يعني في دولاب الحكومة، أنا في الإعلام وهو في الخارجية، لكن كان ممن يعزنا ويحترمنا ويقدر جهدنا اللغوي والإعلامي والثقافي وحتى الديني حقيقة يعني. فكان يقول لنا وجودكم في البلد، يعني نحن ناضلنا من أجل وجود أمثالكم يعني. اللهم فرج، اللهم فرج عنه يا رب. على كل، رجعت البيت فكتبت القصيدة التي يعني كتبت أبياتها من الذاكرة قبل أن أطل عليكم مشاهدي الكرام. فأقول فيها: لا تحسبوا إخوتي في الجو طائرة ترمي قذائفها نارا من السعر، لكنها فرحة هبت نسائمها فأبرقت طائرات طيبة الأثر. لا تحسبوا إخوتي في الجو طائرة ترمي قذائفها نارا من السعر، لكنها فرحة هبت نسائمها فأبرقت طائرات طيبة الأثر. جاءت تذكرنا ظلما ألم بنا، جاءت تذكرنا عهدا ألم بنا، وظلما طغى وبغى في البدو والحضر. جاءت تقول لنا يا إخوتي خبرا حرية، جاءت تقول لنا أهلا بمقدمها، جاءت تقول لنا أهلا بمقدمها، حرية شاوفتنا طيلة العمر، من بعد 10 3 ثم واحدة تبعثر البغي فوق الأرض والحجر، فالأرض مرقدنا والغاب خيمتنا، أما القذاء فأوراق من الشجر. حقيقة أنا لما كتبت القصيدة دي انتشيت انتشاء، وكانت يعني القصيدة رقم 4 ولا 5 في بدايات وهج الشعر وألقه يعني، واستطابها الأستاذ عثمان منتاي رحمة الله عليه الشاعر المجيد يعني. فقلت يعني جاءت تذكرنا عهدا ألم بنا، وظلما طغى وبغى في البدو والحضر. جاءت تقول لنا أهدا بمقدمها، أهلا بمقدمها، حرية شاوفتنا طيلة العمر، من بعد 10 3 ثم واحدة تبعثر البغي فوق الأرض والحجر، فالأرض مرقدنا والغاب خيمتنا، أما القذاء فأوراق من الشجر. يغدون دارا بدت في القفر خيمته، أولئك المقاتلون، يغدون دارا بدت في القفر خيمته، لعلهم يجدوا أنسا من البشر،
فما يرونهم تقول أفئدة ولاد أتوا ومطوا، يا نعم من خبري ولاد قدم أرحبوا، رحيب سن ركبوا، مرحى بأبطالنا في اليسر والعسر. أنا أحاول أن أقدم ملامح، وملامح الجنود أنا لم أشهدهم إلا وأنا ذاهب من أغردات وداخلين إلى السودان. رأيتهم في حمرة كلبوي، ورأيتهم بعد حمرة كلبوي برضو جنود في وقت الأصيل يعملون اجتماعا هنا، حركة هنا وهناك. والجنود يعني كانت، يعني أنا لو كنت بلغت من الشباب شوية ربما كنت انسحبت من الوالدة ودخلت الثورة، هكذا أظن، لكن كنت الوقت ذاك لسه يعني. فتراهم يعني، فأنا ذلك المشهد في خيالي. ومشهد برضو ما حكاه لي شقيقنا الأكبر، خرج ذات يوم مغاضبا إلى الجبهة ومكث معهم شهورا ثم عاد إلى أغردات. فكنت كثير السؤال له: من هم الثوار؟ ماذا يشبهون؟ ماذا يلبسون؟ يعني وأنا لسه على الوقت ذاك هذا الكلام سنة 74. 74 عزيزي المشاهد، لسه أنا حتى طالب المعهد الدين الإسلامي سنة أولى. فأقول لهم: ماذا زيهم إيش يشبه؟ وماذا يأكلون؟ وكم عددهم؟ أنا أتذكر سألته: قال له الجبهة دي عددها كم يعني؟ وهكذا. فكنت كثيرا فمما عرضه لي يبدو لي أنا قلت ذلك المشاهد، ومما لاحظته وشاهدته في حمرة كلبوي وغيرها. فأقول: يغدون دارا بدت في القفر خيمته، لعلهم يجدوا أنسا من البشر، فما يرونهم تقول أفئدة ولاد أتوا ومطوا، يا نعم من خبري. ولاد طبعا بكلمة التجري كانت كنية عن الثوار والمناضلين. ولاد ريكة تقول ولاد معناهم الجبهة، حيث لم تكن الجبهة الشعبية آنذاك يعني، أو الفصائل الأخرى. فكلمة ولاد كانت تطلق للثوار يعني. بعدين ولاد أتوا ومطوا، يعني في واحدين بيقولوا ما تسوا، نحن ناس بركة بنقولوا الساحل بيقولوا مطو يعني. ولاد أتوا ومطو يا نعمة من خبري. وأنا أحببت أن أقول بلفظ بالكلام اللي قالوه. وطبعا التجرة والعربية أولاد أعمام يعني، وموزونة. ولاد أتوا ومطو يا نعمة من خبري، ولاد قدم أرحبوا، رحيب سن ركبوا، مرحى بأبطالنا في اليسر والعسر. وكان أحد الإخوة الأعزاء الأمين داود رحمة الله عليه، كان مسؤولا في اتحاد الشبيبة، كان يعجب بهذه القصيدة وأنا ألقيها في أسمرة يعني. فالحتة دي بالذات هذا الموقع كان يقول لي: بالله عيد تاني يا أخي. فما يرونهم تقول أفئدة ولاد أتوا ومطوا، يا نعم من خبري، ولاد قدم أرحبوا، رحيب سن ركبوا، مرحى بأبطالنا في اليسر والعسر. يعني كانوا يرحبون بالجنود. والرحيب سن ركبوا يعني خذوا ما شئتم يعني، من أغنامنا القليلات، من طعامنا يعني الشحيح القليل جدا، مرحى بأبطالنا في اليسر والعسر. سواء كان عندهم ما عندهم هم يرحبون بأولئك الجنود. وبعدين بقول يعني آه المهم شطر البيت ما متذكره. آه وما يقوم به من قسط في الحضر، وبعد كل الذي نالوه من طعم، وما تناقلت الأنباء من خبر. كل الذي نالوه من طعم، كونك تديه شربة حليب فأعدت له الحياة، وهو الرجل عايش بلا أكل وظمآن وجايع خاوي. فأنا بقول: بعد كل الذي نالوه من طعم، مع أنه هي قليل لكن بالنسبة لهم هذا هو المتوفر عندهم. فكان طعام ما بعده طعام، وقد تكون عصيدة أو لقمة يابسة تحلل بالماء، بالماء القراح يعني، أو الماء القراح. وما تناقلت الأنباء من خبر يودعونهم، وبعد كل الذي نالوه من طعم، وما تناقلت الأنباء من خبر يودعونهم، والدمع في وجنة حسناء ترقبهم من خلف ذي الستر. شوف حشمة الأنثى والمرأة الإريترية، يودعونهم الرجال والدمع في وجنة،
الأم تبكي هؤلاء الشباب في زهرة شبابهم، عمر 17 18 عاما 19 عاما، وهم يواجهون الموت، والدمع في وجنة حسناء، في وجنة حسناء ترقبهم من خلف ذي الستر، ما تطلع، ليست متبرجة يعني، من خلف ذي الستر. أما الرجال فلا دمع ولا وجل، فكلهم راغب أو كلهم عامل في النصر والظفر. إريتريا أقبلت في ثوبها ألق، تزداد تمخر موجة البحر. يبدو لي كده ما متذكر الكلمات كلها. المهم عموما إريتريا أقبلت في ثوبها ألق، كان النذير أناشيدا من القدر، إلى آخر البيت يعني. هي الساقطة منا يمكن 10، يعني 8 9 أبيات. القصيدة لم تكن طويلة لأنه كانت في البدايات يعني 91، لكنها أحدثت عندي لذة ممتازة يعني. وتحدث عنها بعدئذ بعد أن كتبتها وعرضتها على أستاذنا عثمان منتاي الشاعر رحمة الله عليه، وطلع عليها أصحاب المكتب. فكان أول قراءة لها شهر 11، يعني شهر 12 نستطيع أن نقول، في سينما أزمارة مع القافلة الطلابية عندما دخلنا أسمرة. هذه وقصيدة أخرى سنذهب يوما، هذه من وحي تلك الأمسية. لكن القصيدة الأخرى برضو جاءت في ذات الشهر سنة 91 في شهر يونيو، لكنها مرتبطة بعيد الاستقلال. فقلت فيها: سنذهب يوما سويا سويا، نهنئ ذاك الفتي الأبي، ونسدي السلام إلى أخت هذه، ونلقي السلام ونلقي التحية. أحقا أراها ومسقط رأسي تسمع شعري وتثني علي، أحقا وقد فارقتها لئام، فأضحت كأحمد طلق المحيا، وتسمع شعري وتدرك شدوي وترقص نشوى بهذه التحية. نعم، وقد فارقتها لئام فأضحت كأحمد طلق المحيا. وذي فاطمة زهرة، أنا أرمز للحرية، وهكذا تغنوا بها حسين والأستاذ الأمين رحمة الله عليه. وذي فاطمة زهر التي تاه فيها ابن عبد اللطيف زمانا مليا، تغنى بفاطمة ولولا زمانا، وحرض قومي بقوله هيا، وعتها عقول فهبت جموع تنقب عنها وتلقى المنية، إلى أن دعتها بطهر جليا في البيت يعني. فتلك القصيدة برضو هي رفيقة هذه، اسمها تحية وقضية. تحية وقضية. وكانت تلك هي جواز المرور إلى دخول أسمرة، حيث رافقت القافلة الطلابية وألقيت القصيدتين في سينما أسمرة، حيث تجاهلنا ذلك النظام باعتبارنا هؤلاء إسلاميون أتوا من الخرطوم، وهؤلاء تبع المشروع الحضاري، وتجاهلونا في سينما أسمرة بشعرنا وقافلتنا الطلابية المحملة بالمؤن والأقذية والأدوية. تجاهلونا، خبرا لم ينشروا عن تلك القافلة حتى بعد عهد. أعلمون أولئك الذين أصبحوا زملائنا بعد إذن. فأنا أقول لهم: لماذا تجاهلتونا في ذلك الزمن يعني، بعد أن أصبحنا أركان الإعلام في إريتريا؟ فقيل لنا، صدرت لنا تعليمات، أو صدرت عليهم تعليمات، بالذات أصدقائنا الذين كنا أبناء مدينة واحدة يعني. أنا لا أود أن أذكر أسمائهم لأن جزء منهم في الداخل حتى اليوم. فقيل لنا، قالوا لنا هكذا: إياكم هؤلاء الذين يفتتحون أحاديثهم ببسم الله الرحمن الرحيم. وأحدهم قال لي: لا تنسوا أنكم أنتم في سينما أزمرة شهر 12 افتتحت الأمسية. طبعا عملنا أمسية شعرية في سينما أزمرة. أنا هؤلاء الدراويش سيبوهم يقولوا شعرهم، ما لكن لا خبر ولا وكالة أنباء ولا غيرها. أصدقائنا القريبين مننا جاءوا إلينا، فقال لي واحد: أنتم افتتحتم أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتحتها بالقرآن الكريم، وبعدين أنت برضو قصيدة تقرب عزة كنا نعد لها،
يعني في القصيدة بتاع تحية وقضية بجيب تقربة، وتقربة الجبهة الشعبية إن شاء الله ما تقول لها تقربة 64 طبعا، جبهة التحرير جبهة عباية يعني، الدولة التي كانت دولة دي بكدنة كما يقال يعني. فقالوا لنا أنتم ما نخاف منكم، ما نخاف منكم كيف يعني، وتقربة وهكذا تجاهلونا، بل أنزلونا، أنزلوا تلك القافلة الطلابية وأنا كنت أحدهم كما تعلم عزيزي المشاهد. أنزلونا في فندق السلام، البيرغو تشاو، كان اسمه فندق تشاو، تشاو يعني مع السلامة باللغة الإيطالية. فكان ذلك الفندق في يوم من الأيام الذي يدخل البيرغو تشاو يعني قاعد يقول تشاو يعني خلاص يعني، اللي عنده دار أرطم بالتجريت يعني، اللي عنده كله يطلعه ويقول تشاو خلاص، الوراء والقدام. وإذا كان غنيا طبعا والغني هو الله، ولكن إذا دخلها وكان شبه ميسور فسيقول تشاو يعني خلاص يعني، وبعد كده يسأل. بعد فترة من الزمن البيرغو تشاو ده تحول إلى يعني أشبه بمكان لجرح الحرب الإثيوبيين، جرح الحرب الإثيوبيين، فأصبح شبه عيادة أو مقر لجرح الحرب، المجروحين يضموا جراحهم ويجيبوهم. الجماعة الحكومة المؤقتة دي حتى تاريخه أنزلوا هذه القافلة الطلابية في هذا المقر. والمقر هذا عزيزي المشاهد للأمانة نحكي ما هي ذكريات استقلال، نحن شاهدنا لأول مرة، أنا أشاهد قنابل ورصاص ومسدسات وضمادات جراحية وقطع قماشية مبللة بالدماء والوسخ بتاعت الإنسان المجروح يعني، وبطاقات الجنود جيتاتشو، ألمايو، وما عارف الأسماء الإثيوبية دي، واحدين ضباط واحدين بطاقات طبعا تغيرت، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هؤلاء كانوا يصولوا ويجولوا فأصبحوا جزء من التاريخ. أنزلونا أولئك الحكام لننظف ذلك المكان، ومكان لا يعني عدوك ما تنزلوا فيه حقيقة يعني. فأنزلوا الطلاب هؤلاء الأبرياء، منهم في السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة، طلاب شباب، نحن الخريجين وبرضه شباب يعني آنئذ. فأنزلونا وأنت تكنس الدباب القنبلة تتحرج كتدحرج الثلج يعني، يعني يمكن تنتفع. أنا قلت يا أيها الناس أنا ما مش حنظف يعني، أنا أموت في قنبلة هنا؟ ما متنا أيام الحروب، غردات بحمد الله سبحانه وتعالى، محرقة الحد الأسود خرجنا منها بحوله تعالى. بعد التحرير تنفجر في قنبلة ومسدس تراه يمكن مشحون. أنا قلت لهم يا جماعة أنا لست طالب، ما بنظف معاكم. فانسحبت وانزويت يعني، إما متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فتحيزت إلى فئة مغاضبة، يمكن أنا الوحيد اللي اعترضت يعني وما نظفت يعني. فتخيل عزيزي المشاهد، لكن بحمد الله لم تنفجر ولا والله قنابل كنا نشوفها تتدحرج. انظر إلى هذه الفكرة العدوانية يعني، باعتبار أنه هؤلاء جامس اللي يموت يموت، خليهم يموت، تشيلوا قنبلة تشيلوا. ونحن الذين أتينا إلى الوطن بهدف التنمية، بهدف المساعدة، ماخذين يعني. عزيزي المشاهد، هل تعلم أن الميزانية التي أعطانا إياها جهاز التعليم الإريتري لهذه القافلة الطلابية 600 ألف جنيه سوداني آنئذ، أكثر من نصف مليون سنة 91 شهر 11. أنا أشك أنه خزانة الخارجية، مش الخارجية، خزانة الدولة السودانية الوقت ذاك ناس الإنقاذ بداياتهم، حيث الناس يأكلون الفول بالبسكويت، أكثر من نصف مليون جنيه سوداني محملة سيارة شاحنة كبيرة بالمؤن البهيات والجير وكل الأشياء. وأصبحت المدارس تتخوف من هذه القافلة الطلابية، إلا مدرسة واحدة اللي هي لؤلؤ المكنن سابقا، وهي أسمر الثانوية العامة اليوم. مدرسها له التحية، اسمه الأستاذ كيروس. كيروس هو الذي استقبل هذه القافلة، قال تعالوا تفضلوا. وقلنا له أنا كنت المتحدث الوحيد في القافلة دي كلها، أحاول أتحدث تجرينيا شوية، فكنت قريبا منه الأستاذ كيروس. والأستاذ كيروس
بعد أن بدأت أزمة الويانة بين إريتريا وإثيوبيا طرد مع المجموعة التي طردت لأنه كان من إقليم تيغراي. والله أنا احترمت هذا الرجل. هل احترمنا لأنه كان من ذلك البلد؟ ربما أنا أتساءل. والله قدرنا، بل جمع آباء آباء الطلاب وولاة أمورهم في احتفال مهيب، وقدم كلمة قال لنا أنكم أعطيتمونا درسا ليس للطلاب فحسب، ولكن حتى للكبار، للمعلمين ولولاة الأمور، كيف يحب الإنسان وطنه وكيف يخلص. أنتم أتيتم من الخرطوم لتعملوا، طبعا عملنا في المدرسة، يعني أحدثنا فيها التغيير الرهيب المهيب، إصلاح هنا وهناك وبوهية، كل ما عندنا مواد بناء يعني صبيناه في هذه المدرسة. والمدرسة أصبحت، ولاة الأمور شكرونا، وأنا كنت بترجم من العربي إلى التجريني، من التجريني إلى العربي، ترجمة لم تكن بتلك يعني بدايات التجرينيا ذاته. بعد إذن عرفنا يعني التجرينيا كيف يمكن أن، وأصبحنا جزء منها يعني. فللأستاذ كيروس كنت ألقاه بعد ما دخلت الإعلام وهو في مدرسته، شريف كمال لغا مرحبا. وكل ما التقينا يذكرني، أتذكر يا شريف، يقول لي القافلة الطلابية، يعني الذين أتيتم يعني في زمن جميل وهكذا، وما يتركني إلا أن نحتسي وإياه كوب الشاي يعني. كان يقدر فينا ذلك التقدير. عموما عزيزي المشاهد، كانت هذه هي القصيدة التي كتبت، وبعدين سآتي في الحلقة المقبلة إن شاء الله أقرأ القصيدة التي 2009 كتبتها في القرطو في القاهرة، وهي القمر النازف. نزفت فيها نزيفا نقيض هذا الذي يعني فرحت به، لأن شفنا ال- الفرح ونقيضه. أختم حديثي عزيزي المشاهد بالحديث مع الأستاذ حامد حمد. بعد أن تعرفنا، لم يستمع إلى كلمة جهاز التعليم الإريتري. أنا مش ناسي عزيزي المشاهد عشان أربط الحدث بالحديث. بعد أن تعرفت عليه، اسمه حامد حمد، وتذكرت أنه هو الذي ألقى كلمة الجبهة الشعبية. فيوم كده جالسين وكان من الناس الذين يحترموننا ونبادله ذات الاحترام، ويقول لنا يعني والله نحن نتشوق أن نعيش في هذه البلاد لأنكم أنتم موجودون بيننا. هو تجربة الجبهة الشعبية، وأنا رجل موظف يعني، لكن أخلصت للوطن والشعب ولله قبل هذا وذاك. فيوم من الأيام قاعد، فقلت له: أستاذ حامد، عندما دخل الجيش الشعبي أنت كنت في الخرطوم مع الأستاذ المناضل محمد علي عمارو؟ قال لي: نعم. أنت فاكر؟ قلت له: أنت تتذكر أنك أنت ألقيت كلمة الجبهة الشعبية؟ قال لي: نعم، أنا متذكر. هو طبعا رجل شاب ساعتها كمان. فقلت له: ولماذا لم تعد للاجتماع بعد صلاة المغرب عشان نعمل يعني نملك الحقائق للمشاهد الكريم؟ قال لي: نعم، لم أعد. لماذا لم تعد؟ أنا لا أسألك صليت ما صليت. فضحك يعني، هو رجل من أسرة متدينة كمان، وضحك يعني. قلت له: أنا ما حسألك يعني، ما بقينا أصحاب يعني، ما حسألك صليت أم لم تصلي، لكنك لماذا لم تعد؟ قلت له: يا أستاذ حامد. قال لي: يا أخي أعود ماذا أسمع؟ قال لي: هناك الدراويش. قال لي. قلت له: يا أخي تقول علينا دراويش؟ قال لي: أنت كنت معاهم؟ قال. فقلت له: تعرف من الذي ألقى كلمة جهاز التعليم الإريتري؟ هو يعني إنه الجهاز ده كله جهاز بتاع الدراويش يعني وكده يعني، والطلبة برضو طالما هم هنا يعني هم تبع الدراويش يعني، حسب السياسة يعني. والجهاز برضو كان يقول الجبهة الشعبية ديل كفروا ملحدين يعني. وحقيقة بما يؤمن به الجهاز بواقعية العروبة في إريتريا واللغة العربية واحترام العقيدة والدين وبتاع، كانوا لا يحترمون هذا، فبالتالي هم كافرون بما يؤمن به. يكفي أنهم ملحدون يا أخي، الحاد عديل كده يعني. الفكرة القائمة عليها التنظيم هي فكرة إلحادية بحتة يعني، معروفة، ما داير نخش في التفاصيل لا نزيز كثيرا أيها الأحباب الكرام.
فقلت له: أتعلم من الذي ألقى كلمة الجهاز؟ قال لي: يا واحد من الدراويش. قلت له: طيب ماذا لو قلت لك أنا الذي ألقيت كلمة الجهاز؟ يا أخي ما معقول. قال. هو طبعا سوداني. والله قال لي ما أصدق. قلت له: والله يا حامد، أنا لا ما بتسأل ذاته يا أخي. قال لي: نسأل شنو يا. طبعا الوقت ده، في ذلك الوقت أنا أحاول أن أتحدث أقرب إلى الفصحى. في ذلك الوقت الجبهة الشعبية لا يعجبها أمريكا ما تعجبها يعني. كنسوا الاستعمار ودخلوا وخلاص كل الناس أتوهم صاغرين يعني. ولذلك لا يسأل يعني. قلت له: ألم تسأل؟ قال لي: أسأل إيش؟ قلت له: طيب هل تعلم أنا الذي ألقيت؟ فقال لي: معقولة؟ قلت له: والله. أنا درويش. قال لي: والله يا أبو حميد كان يقول لي هكذا. والله يا أبو حميد قال لي: لو كنت عارفك أنت اللي حتلقيها والله كان قعدت. قلت له: لكن أنت ما أنا محسوب على الجماعة. قال لي: لا لا. قلت له: ما أنت برضو باعتبار ما كنت، وحيث لما تغير. أنا قلت له: كنت والآن أنا يعني. لا، قال لي: والله أنت إنسان ويعزني ويحترمني جدا يعني، وأنا أعزه وأحترمه غاية الاحترام. لك السلام والتحية يا أخونا حامد، وأسأل الله أن يفرج عنك، وإذا رحلت نلتقيك في جنات النعيم إن شاء الله. كان رجلا محترما يعني. فقال لي: بالله يا أخي والله يا ريتني قعدت. قال لي يعني بالدارجة باللهجة السودانية. قلت له: خلاص يعني. قال لي: لكن الحمد لله يا أخي. قال لي: والله بركة ذاته الجيد والجماعة ديك. وطبعا تفرق الجهاز بعد إذن، لأنه الأستاذ محمود سبي برضه توفي العام عام أو عامين يعني. وتفرق الجهاز وكان ما كان في دهاليز الجهاز. استلمت الجبهة الشعبية وطمست معالمه كما طمست معالم كثير من الشعل العربية والإسلامية في ذلك العهد. و- وطبعا يعني امتدت العلاقة بينه وبين الأخ حامد، سيما وأنه كان على رأس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية. فعندما رشحتني وزارة الإعلام لأكون ممثل وزارة الإعلام وإريتريا في حج عام 99، وكنت بحمده تعالى أول صحفي إريتري يشارك الصحفيين العالميين في نقل مشاعر الحجيج، في نقل الحج. ونقلت على الهواء مباشرة من مشعر منى، حيث كنا بالقرب من القصر. كان حجنا كان سياح يعني. فحامد حمد كتب رسالة بعد أن رشحتني الوزارة. لابد كنت آخذ رسالة من الخارجية للسفارة السعودية لسعادة السفير الراحل، السفير فوق العادة آنئذ، أبو إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم الطعيمي رحمة الله عليه، الله يرحمه. فكتب لي رسالة إلى السفارة. والسفير كان برضو يبادلنا الاحترام والتقدير وما إلى ذلك، وهو من الناس الذين كانوا يقدروننا أكثر مما تقدرنا وزارة الإعلام. والله نحن كنا يعني نجد عزاءنا في الجلوس في إريتريا والمكوث فيها ومصارعة التحديات عندما نجد السفراء العرب، سفراء الدول الإسلامية في أسمرة، وهم يعني يسلموا علينا سلام من يعز، سلام من يحب، ويكيل علينا يعني من الثناء والتقدير والاحترام. بأمانة عفوا، والله كانت تطمنا ونقول عزانا إنه في ناس يحترمونا. أنت لا تحترم داخل الوزارة ولا داخل حكومتك، بل بالعكس يستهزئوا بك ويحاربوك أيما حرب بحيث أن تترك البلد وتطلع يعني. فنلقى العزاء من أولئك. ويعني بالكاد أيام الوطنية، حيث يدعى كل الناس الشخوص البارزة في البلد. ففي الأيام الوطنية وعيد الاستقلال وهكذا يعني للسفراء، تلك هي الفرصة الوحيدة التي نلتقي بها. يدعونا كناس معروفين، فنونس مع هذا وذاك وذاك، يلغي عليك السلام والتحية ويأخذ معك صور وهاك. والله كنا ولا نزال معهم، بعكس وزارتنا. يعني أنا ما دار أقول أدنى رجل يعني ممكن يسمع الكلام، يعني ليس له لا مكان في الوزارة ولا مستوى في الوزارة فقط أنه مقاتل. والله العظيم هذا يوم يعني نقول فيه الصدق، فقط لأنه مقاتل وأنت رجل مدني أتيت تحمل العلم والشهادة والعجاء، ده كله كلام فارغ.
للثائر هكذا هو الجندي، ويسمعك كلام واستخفاف واستهزاء، والله تكاد تهرب، تهرب وتولي ظهرك وتقول ما هذه البلاد، ما هذا الشعب يعني. لكننا صبرنا 17 عاما، اللهم يا رب في ميزان حسناتنا، في ميزان حسنات. أنا أقول كل الذين صبروا مستمسكين بإيمانهم ودينهم والله يحسبهم من المجاهدين، جهادا في دينه وجهادا في وطنه وجهادا بإيمانه وعقيدته. يا أخي لو شافوك تتوضأ في ماسورة مفتوحة تتوضأ فيها، غدا تجدها مغلقة مسكرة يعني، مقفولة بس لأنه واحد توضأ فيها. إلى هذا الحد عزيزي المشاهد. فحامد وأنا ذاهب إلى السفارة فكتب لي رسالة باعتباره مسؤول، وكتب لي رسالة للسفير. قال لي يا أبو حميد أفتح الرسالة وأقرأها، لم يغلقها. قلت له يا أخي دي رسالة رسمية ماشية. قال لي أنت جدير بأن تقرأ ما كتب عنك، والله العظيم أنا أقول وأما بنعمة ربك فحدث. قرأت رسالة والله كدت أن أبكي. الوزارة تستهبل فينا، يقودك رجل ما عنده علاقة بالإعلام، يقودك واحد لا عنده شهادة لا عنده علاقة بالإعلام، مقاتل بس. والله يا إريتريا نحن صبرنا من أجلك وتحملنا الكثير يعني، ونحن كان بإمكاننا أن نعمل في أي مكان، أي مكان في الدنيا في الإعلام. لم نشارك الصحفيين من الأرض الحرام يعني. وقالوا لي ما قالوا أنت لست إريتري، أنا أستميت أقول لهم أنا إريتري، يقول أنت ما إريتري، أنت سوداني، أنت هكذا يعني. وأقول لهم أنا ممثل إريتريا وهكذا يعني. المهم فقرأت الرسالة، يعني فيها من التقدير والاحترام، مش المدح. أنا يعني ما يحتاج يمدحني حامد، ربنا يديه الصحة والعافية والرحمة يعني، لكن من التقدير والاحترام. والإنسان هو شنو يعني، ما هو مشاعر وأحاسيس يعني. فقرأته والله قلت له، والله قلت له كلمة، الكلام ده مش كتير يا أستاذ حامد. قال لي كتير إيش يا أبو حميد؟ قال لي أنت تستاهل أكثر من كده. بالحرف قال لهم نحن نرشح لكم أكفأ ما لدينا في وزارة الإعلام وفي البلد كلها ذات، أحد الأكفاء ما لدينا من الإعلاميين نرشح لكم. والترشيح لم يأتي عبطا يعني. فقلت له، قال لي أنت تستاهل أكثر من كده يا أستاذ. قال لي إيش قاعد تقول؟ أنت نحن نعرف إمكانياتك كويسة. فأخذت رسالتي وقال لي أنا جدير أن تقرأها. قلت له طيب خليني أكفلها. قال لي ما تكفلها. وكان رجل شهم شجاع. حتى عندما اتخذ القرار مع الجي 15 جاءه طبعا المراسلين الصغار يعني، قالوا له يا أخي ما تسحب وغير رأي. قال لهم لن الرائد لا ينكر أهله أبدا، هذا موقفي أموت عليه وأحيا عليه. من هذا وهذا؟ السياسة المعروفة دي. فتشبث برأيه، استمسك برأيه. فقال لي ما تكفله، وديها له لسعادة السفير كده يعني. ده في العرف الدبلوماسي أنه أنت مؤتمن يعني، وتأخذ رسالة مفتوحة يعني. فأديتها لأبو إبراهيم. أبو إبراهيم لما قرأها برضو كان يبادلني الاحترام والسلام والتحية والتقدير، له الرحمة والمغفرة، ولآله السلام، ولآل أخونا حامد حمد السلام. فقال لي والله الرجل أنصفك. قال لي ضحكت يعني شوية. قلت له قال لي صدق هذا الرجل. قال لي برضو كان هو يقدرني. قال لي والله العظيم يا أحمد، قال لي نحن لينا 12 سنة، 12 عاما نكتب من سفارتنا هذه للخارجية نقول لهم رشحوا لنا صحفيا يشارك في نقل شعائر الحج على كفالتنا، على مسؤوليتنا، تذكرة وإقامة، ما فيها نسريات ما فيها قروش، لكن تذكرة وإقامة وأكل وشرب وحاجة يا الحج والعمرة يعني. 12 عام ياخذوا رسالتنا ويرموها في الزبالة، يرموها في سلة المهملات. الآن قال لي أنا مستغرب. قال لي وكون ذاته تكون أنت أول المرشحين، والله سعادتي ما بعدها سعادة. هو فرح كذلك. قلت له والله بارك الله فيك. وكان رجل متعاونا معي، والله لم يسألني أحد يشتي زيارة ولا يشتي عمرة
يعني يأتون الناس سواء كان من الأهل أو غيره، فاتصل على سعادة السفير، والاتصال خطر، والذهاب إلى السفارة خطر. فاتصل عليه أقول له سعادة السفير، أقول لي يا أحمد خليهم يأتوا بس، يقول له ما هو عارف الظروف لأنه صاحب الحاكم بأمره يعني. لكن كان يحترمني احترام كده خاص يعني، محترم يعني. فوالله العظيم ساعدنا في كثير من التأشيرات بأمانة يعني، له الرحمة والمغفرة. وده كان كله احترام وتقدير لدورنا ومكانتنا في المجتمع، وكان أمثالنا موجودين يعني. فبرضو تعاون معي سعادة السفير حيث كنت حاجا. كان لا ينبغي أن أبارح أكناف مكة وجدة وهكذا. فقلت له أنوي الزيارة للرياض لأهلي فجزء من التقدير قبل أن أخرج من السفارة يعني. قال لي هات صورة، أعطيته صورة عندك صورة فوتوغرافية، كتب لي رسالة يطلب فيها، هو سفير فوق العادة يعني. قال لي بهذه الرسالة يا أحمد تقابل أي واحد دار تقابله بما فيه الملك ذاته. والله دخلت وقال لي دي أهم من الإقامة، ونفسه برضه قال لي الضابط في مطار جدة للرياض يعني. وتلك قصة أخرى يعني. فأولئك كانوا يحترموننا لأننا نحترم هذه المهنة، لأننا نحترم هذه اللغة، نحترم هذا الدين عزيز المشاهد. والله لينصرن الله من ينصره. فالحمد لله يعني لحامد، تمنى له الصحة والعافية والرحمة إن رحل، ولسعادة السفير الرحمة والمغفرة، ولكل السفراء العرب الذين كانوا يعطوننا جرعة أمل، ويعني وقطرة بقاء، أن نكون في البلد، في بلد يناكفوك ويحاربوك من كل الاتجاهات يعني. عموما عزيزي المشاهد سأتوقف هنا، وأعتقد أنني ربما يعني تجاوزت الزمن المسموح به. هذه كانت قصيدة سنة 91 وذكريات. سآتي 2009 القمر النازف، هكذا تسلب الأيام ما اكتسب، ويمحي موعد بالدم قد كتب. وجدت نفسي في القاهرة حتى ألتقيكم من القاهرة، قاهرة المعز لدين الله الفاطمي. أنا أحمد شريف أحييكم أيها الأحباب الكرام، حيث كنتم معي في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية وذكريات عن الاستقلال، قصائدا. سآتي في الحلقة اللاحقة إن شاء الله سأتحدث عن القمر النازف. حتى أراكم في ذلك القمر لكم مني أرق وأجمل الأمنيات. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية نفتح البرنامج ونختتم بها. كما يقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. تحياتي محدثكم أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.